قلت هنا هناك وضع اقتصادي سيء جدا. الحكومة الجزائرية تدفع رواتب التونسيين الآن لأن الحكومة التونسية ليس لها أموال، وما تحاول القيام به الحكومة الجزائرية تدفع رواتب الموظفين التونسيين الآن. يعني المافيا العسكرية وواجهتها المدنية تدفع من أموال الشعب الجزائري رواتب الموظفين التوانسة، وجزء من هؤلاء الموظفين هم موظفين أمنيين، هم نتاع جماعة الانقلاب اللي مع سعيد. يعني تونس في شبه حالة إفلاس، مش قادرة تدفع للموظفين نتاعهم، لكن يروح من أرزاق الجزائريين اللي ملايين منهم يعيشون حالة فقر، وصل بهم حال ناس بعض يعيشون حالة جوع ليس مجازا، جوع.